أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعد الجنة للمتقين وبشرهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بالنعيم المقيم. أحمده سبحانه وأشكره وأصلي وأسلم وأبارك على من نزل عليه القرآن تبيانا للناس. أنزل عليه قرآنا لكي يكون هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، ها نحن أمام واعظين، واعظ صامت وواعظ متكلم. أما الواعظ الصامت فهو الموت. وهنا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا وكفى بالموت مفرقا، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. وأما الواعظ المتكلم هو ما كان يقرأ ويرتل ويجود على مسامعنا من آيات بينات كريمات واضحات، التي تلاها على مسامعنا وآذاننا فضيلة القارئ الكريم فتح الله عليه. كان يقرأ ويرتل من سورة كريمة من سور القرآن الكريم تسمى بسورة الزمر. الآيات التي كانت تقرأ يا جماعة يا جماعة يا نسمع يا نسمع. لا نسمع. شرفتنا يا عم شيخ. أنا وياك. قرآن الآيات التي استمعنا إليها عشان نبقى قاعدين بنسمع القرآن من أي مكان وبنضحك، عشان ما نقولش الله على الصوت وحط الصوت، لا، الله بالقرآن بس، لأن القرآن قرآن كل شيء، قرآن كل حاجة. زينوا أصواتكم بالقرآن وزينوا القرآن بأصواتكم. هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات ابتدأها القارئ فتح الله عليه بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يعني هنا بقى دي وينجي الله. طبعا قبل الآية دي، لأن لابد أن يكون هناك ربط وهناك اتصال بين الآيات دي والآيات اللي سبقتها، لأن الآيات دي بتتكلم على أهل التقوى ونجاة أهل التقوى وفلاح أهل التقوى. إنما قبل دي مباشرة
كان ربنا سبحانه نفس السورة يوم يقول لك بقى هناك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم خد بالك واتبعوا وأنيبوا واتبعوا وبعدين بقى على طول يقول لك أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت فيه جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين يقوم يقول له أنت وأتيه يقول له بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين خد بالك بقى خد بالك ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم إيه؟ سود أليس في جهنم مثوى للمتكبرين يقوم يقول بقى تعالى بقى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم بالعمل الصالح بالعمل المقبول بالعمل اللي يرضي ربنا لأن لما بتعمل حاجة بتوزع عليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها قال وما ربك بظلام للعبيد دي واحدة طب والثانية يقول لك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها يقول له ثم إلى ربكم إيه ترجعون وبعدين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيه يرفعه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ليه؟ يوم يقول لك كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح يقول لك يتزحزح فهو متزحزح يقول لك يتزحزح عليه قد ايه؟ يقول له قيد المنى قيد ايه؟ المنى قد ايه؟ يقول لك من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يوم يقول له وما الحياة الدنيا إلا متاع ايه؟ الغرور مش كده؟ يقول لك وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء ايه؟ وكيل كانوا يقرأ القرآن كده لحد ما وصل إلى قول الحق ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيقة خد بالك بالوثيقة ايه؟ واحدة بتقول للنار وواحد بيقول لأهل الجنة يقوم يقول له ايه؟ يقول له وثيق الذين كفروا إلى جهنم ايه؟ زمر مش كده؟ يقوم يقول له حتى إذا جاءوها فتحت خد بالك حتى إذا جاءوها فتحت طيب وقال ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قلت ولا تقولش هم يقولوا قالوا بلى قالوا ايه؟ بلى يعني نعم قل ولكن حتى كلمة العذاب على الكافرين يقول لك قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها لأن فيها دي عذاب فوق منها دين يعني وقت ناقص يعني تقف يقول لك فبئس مثوى المتكبرين طيب وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها يقول واحد يقول لك يا عم قول نعم يقول لك الأولية جاب بدون واو طب والثانية جاب ليه؟ خد بالك حكاية النهار يقول لك الأولى بتاع الكفار جاب بدون واو وبتاع الثانية جاب واو ليه؟ تقوم تقول الأولى جاءت بدون واو حتى
مباشر. اما التانيين بقى هيلاقي واحد اهلا نزلتم اهلا حللتم سهلا شرفتم نورتم لهم اهل الجنه. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا الغايه الوصول المحطه، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها السلام عليكم. تحية الجنة السلام، والجنة اسمها السلام، والنبي وربنا حي النبي بالسلام وربنا اسمه السلام، مش كده؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يتوجهون بالحمد والثناء والشكر إلى من لا يغفل ولا ينام، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. إليه المرجع وإليه المآب، إليه المرجع وإليه الحساب. وأعد نفسك وتزود من الدنيا حتى تقف بين يدي الله يوم أن تسأل على هذا وعلى ذاك، على الصالح والطالح، يوم أن ينادي الملك العلام لمن الملك اليوم فتكون الإجابة لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أتوجه المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد فقدنا الحاج عبد العزيز رحمة الله عليه. أسأل مولانا أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يوفقه في سؤاله، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. هو نعم المولى ونعم النصير. وشكر الله مسعاكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.